اهو يا جماعة بالصلاة على النبي اهو. أول ما الجو دفى زي ما قلت لك السمكة بص ظبطت ازاي، هتطلع وتستمتع اهو. الصلاة على النبي. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا وحابين هواية الصيد في كل مكان. النهارده هنعمل لكم فيديو جديد، وزي ما قلت لك الجو دف اهوت. والنهارده هنشتغل على الحوش. المرة اللي فاتت كنا بنشتغل على الأرض الخشن، قلت لك اشتغل على الأرض الخشن لأن السمكة كانت في الحوشة ما بتخرجش منها. فالنهارده هنشتغل على الحوش، ودام الجو دفى هناخد منها سمك. بس النهارده كده معيش حد، يعني طالع لوحدي اجرب. فالتصوير اعذرني فيه شويه، مش عارف اصور لك السمك وهي في الميه، بس اصور لك السمك اول ما يطلع وهو معايا. اصور لك كام سمكه كده ان شاء الله، اصور لكم العيشه برضو في الاخر باذن الله. ربنا هيرضينا، وانا متاكد باذن الله النهارده ان احنا هناخد سمك. الجو حلو والميه خست، وهيبقى في سمك ان شاء الله. معلش توضح شويه العده المستخدمه. العود بيبقى رقع، ولو انت هتقعد على الشط خلي عودك طويل 6.5، مفيش مشكلة، رقع وخفيف. الخيط بيبقى 30 بترمل و18، الفلة بتبقى أراجوز معاك سن كفتة رقم 7. توزن فلتك كويس جدا، أهم حاجة وزنة الفلة ما تستهترش بيها. ورصاص الرصاص اللي هو الشعر ده بتحطه قبل السن ب10 سنتي. يلا بقى نبتدي الفيديو كده عشان انا طولت عليكم، ولو ليك اي استفسار اكتبها لي في الكومنتات. اهو يا جماعه بالصلاه على النبي اهو. اول ما الجو دفى زي ما قلت لك السمكه بص ظبطت ازاي، هتطلع وتستمتع اهو. الصلاه على النبي. الناس سالتني على الرصاص، اسمه الرصاص القشر. لازم رصاص القشر ده تحطه قبل السن ب10 سنتي. ما تستهترش بقصه ان انا مش هحط رصاص، الكلام ده الحاجات دي مهمه جدا، والحاجات دي اللي بتخليك تجيب سمك وغيرك ما ياخدش. والفله بتاعتك لازم تكون موزونه وتكون اراجوز. وانا وريت اللي بيشوفني اول مره، وريت الفله دي اكتر من مره يعني ايه فله اراجوز. تمام. الخيط بتاعك كل ما يبقى رفيع بيسرق السمكه. ما تقول اللي بقى ناس حاطه خيط 40. يعني طب ازاي يعني بيرمل ب 30 ازاي يعني؟ يعني انت متخيل ان انت انصح من الناس دي كلها؟ يقول لك لما انت لو صياد وقعت سمك ذكر بولت 2 كيلو بفتله 18 هتجيبه. يلا لو ليك استفسار اكتبها لي في الكومنتات. معلش بقى النهارده انا معيش حد، فالتصوير على قده شويه. بص يا باشا الجو ابتدى يدفي. يعني اول ما الجو يدفي السمكه هتسيب الحوش. السمكه ليه بقول لك الايام اللي فاتت امسك الارض المخاشن؟ لان السمكه هي في الحوشه بس مش عايزه تخرج منها. فاول ما الجو يدفي زي كده، يعني الجو ابتدى يدفي بقاله يومين 3 الجو بيدفي اهوت، هتبتدي السمكه تخرج من الحوش، هتبتدي تسرح. 10 ايام ولا 20 يوم الجو يسلب كده وتمام، هتلاقي سمكه المران ابتدت تظهر. يعني السمكه ابتدت تكبر شويه، دي سمكه من الحوش اهي. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. اهو يا جماعه الراجل ده بيجيب بولتي، بس بولتي بعد ذل يعني. بس هو ما قعدش جنبي وسرح. يا عم محمد العياشه عامله ايه؟ فيها والله 5 شرايط اهو مع عم مصطفى. شفت بقى؟ عشان البحر تعرف ان تعبان النهارده. هي مش بطول العياش. انا عندي ما شاء الله الكيس اللي انت مديهولي نسيت العيش وحطيت في الكيس ولا في الشكاره في الميه اهو يا مليتها. سمكة. آه. عشان تعرف انها مش بالعياشه. سمكة. عشان انت مديني الشكاره اللي بتحط فيها العياشه. اه طب انا بقى الشكاره ما شاء الله هوريها لك دلوقتي. سمكة اهو. الله اكبر، الله اكبر. طب ده للبيع ولا ده ايه ولا ده ايه ولا تصوير بس؟ ده تصوير بس. تصوير بس ده. ما شاء الله ما شاء الله. انت كنت بتغطس ولا ايه؟ انا كنت واقف في المية. انت انت كنت بتغطس الناس اللي بتغطس وتجيب بايديها يعني؟ اهو. عاملة ايه معاك؟ انا جبت شويه حلوين اهو. كبار؟ اه. خلاص يا جماعه نختم الفيديو بتاع النهارده ده على كده. هو للاسف اشتغلت شويه السمك اللي انا وريتهم لكم، وفي طبعا حاجات ما عرفتش اصورها، بس الكراكه اشتغلت. يعني عكرت الميه وعجنت الدنيا. ممكن صوتها يبقى طالع معانا وممكن ما يبقاش طالع، بس هي مستخبيه، مش يعني مش هعرف اجيبها لكم لان هي جنب الشط فمتداريه. الكراكه اول ما تشتغل والماء تعكر خلاص، لو انت بتصطاد ما تضيعش وقتك.
لم عدتك واتكل على الله. فانا هعمل كده دلوقتي وهتكل على الله. ليك اي استفسار عن اي حاجه يا صاحبي اكتبها لي في الكومنتات. هوايه الصيد احنا بنتعلمها من بعض، لا انا علمها على حد، انا لحد دلوقتي بتعلم من الناس. فليك اي معلومه، لو انت راجل عندك خبره كبيره عايز تضيف لنا ضيف لنا، مش عايز تضيف لنا وبتاع ومش عاجبك الكلام بلاش التعليق اللي ملوش لازمه. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.